بين جدران. كم واحد ضاع مستقبله بسببك؟ كم مظلمة نسيتها؟ كم يتيم اتشرد بسببك؟ كم واحد ظلمته؟ كم أرملة اتشردت بسببك؟ كم بيوت اتخربت؟ كم واحد فقد كل حياته بسببك؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سبحان الله، بنت مسكينة كان في رجل، الراجل ده من علية القوم، صاحب مركز كبير جدا جدا، وكان زوجته عايشة معاه ومعاه بنت وولد. الراجل ده كان مفتري، كان ظالم إلى أبشع الحدود، وكان عنده قسوة في القلب، يعني مش ممكن، يعني تحس ان قسوة في قلبه لو وزعت على أهل الأرض تغرق. الراجل ده مراته بقى اللي بتحكي، بتقول احنا كنا عايشين في فيلا، وزوجي راح صاحب مركز مرموق جدا وكده، وكان عصبي جدا وما عندوش أخلاق بالمرة، وكنا احنا الاثنين ظلمه على طول. اي خادمه ما بتستناش عندنا اكتر من شهر او شهرين، من كتر التعذيب والضرب والحرمان والاذى اللي بنعمله، ما كناش بنخلي اي اسلوب من اساليب التعذيب الا ما بنعمله معاه. بتقول في يوم من الايام جه من بلديات هذا الزوج اللي هو صاحب مركز مرموق، من بلديات واحد غلبان، قال له يا سعاده الباشا، بنتي ديت عايزه تشتغل عندك لان احنا مش لاقيين ناكل ولا نشرب، واي مرتب ان شاء الله اي حاجه تديها لنا وكده نعيش بيها. قال له خلاص هشغلك كذا. قال له ماشي، وانا هاجي لك اول كل شهر او ابعت لك حد ياخد الفلوس اول كل شهر. قال له ماشي. البنت يا عيني مسكينه عندها 12 سنه، طب يا بابا ما تسيبنيش، طب حرام، انا ما اقدرش اعيش بعيد عن امي وعن ابويا وحرام عليكم. راح سايبها وماشي، سابها وماشي. البنت يعني تتجرع غصص يعني الغربه، وبنت صغيره عيني هتسيب امها، وكان ليها اخ راح يشتغل في الاردن، فكان هو ده بالنسبه لها طوق الامل، انت ربنا يكرمني بقى واخويا يجي. وهو كان بيقول لها كده، بيقول لها حبيبتي يماك ان شاء الله هغنيك عن الشغل في البيوت والكلام ده كله، وعايشك عيشه كريمه، وقعدك في شقه واجيب لك. كان هو ده الامل اللي عندها. المهم يقدر ربنا، قعدوا يعذبوا فيها عذاب شديد جدا. الزوجه بتحكي بتقول كنا بنرمي عليها السلك 220 فولت ونكهربها، كنا بنعلقها في السقف، كنا بنربطها، بنأكلها العيش البايت، الطبيخ الحمضان. في عز شهر طوبة كنا بننيمها على البلاط في المطبخ، وكنا بنعمل فيها كل أنواع الأذى. هربت 6 مرات، وزوجي بسلطته ومركزه المرموق كان بيجيبها تاني يوم كانت بتكون عنده. قال لما بتيجي طبعا كنا بنسلط عليها كل أنواع العذاب التي لا تخطر على قلب بشر. والبنت يعني مسكينة، البنت بتقول ما رحتش بلدي إلا مرتين. المرة الأولى لما سمعت خبر موت أخوها وهو جاي من الأردن، فانقطع الأمل بالنسبة لها. والمرة الثانية لما ماتت أمها. بس هم دول المرتين اللي راحت فيهم البلد عشان تحضر جنازة أخوها، والمرة الثانية عشان تحضر جنازة أمها، وبعد كده ما راحتش. فضلوا يعذبوا فيها الظلمة دولت عذاب شديد جدا، لدرجة ان بدأت البنت البصر بتاعها يضعف لحظة بلحظة، مرة بمرة، شيء فشيء. بقت تروح تشتري لهم الحاجة، تنقي الحاجة بايظة مش كويسة، تجيب ده مش لاقية، مش عارفة، فمش عارفة تعمل ايه. فبدأت الناس يشفقوا عليها بقى، هم يروحوا يشتروا لها الحاجة ويجيبوها لها وهي تقدمها، وكل شوية هم ينهالوا عليها بالضرب والتعذيب إلى أن عمي بصر. أول ما اتعمى بصر البنت دي رموها في الشارع، قالهاش خلاص نعمل بقى ايه. البنت مشيت، فضلت بقى اللي خدها هنا واللي خدها هنا لحد ما وصلوها للدار يعني لعمي وكده، فقد نعمة البصر، وقعدت فيه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده بعد سنوات طويلة البنت قضتها، من وهي عندها 12 سنة لحد ما عندها 22 سنة، تعذيب 10 سنين في بيت هؤلاء الناس. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بنت الراجل ده كبرت وابنه كبر، الراجل نفسه طلع على المعاش طبعا بعد ما كان صاحب مركز مرموق جدا، بقى ملوش لازمه في الدنيا ده خالص، فاعصابه بقى هو اصلا ما عندوش اخلاق، بقى ما فيش خالص بالمره، بقى نفسيته بايظه خالص. ابنه اتجوز بنت جميله جدا، لما كبر كده اتجوز بنت جميله ومش عارف ايه. المهم حملت البنت، وطبعا هي فرحانه وما شاء الله يبقى عندنا احفاد ويقدر ربنا المفاجاه الاولى ان البنت تولد ولد اعمى. طب ايه العلاقه بين الولد الاعمى وبين البنت الخادمه اللي قعدنا نعذب فيها لحد ما اتعمت؟ فقعدوا يفكروا يا ترى هي دي قدام دي، ولو الولد خلف تاني برضه البنت هتطلع عمية ولا الابن يطلع اعمى. فبقوا عيني في حيره مش عارفين يعملوا ايه. زوجها صاحب المركز المرموق لما شاف الولد طلع اعمى جات له هستيريا،
فودوه مستشفى الأمراض النفسية. المهم الدكاتره كلموهم قالوا ما تخافوش، ده موضوع مش وراثي ولا له علاقه باي حاجه، دي قدر الله كده، لكن ان شاء الله بعد كده مش هيكون الموضوع ده خالص، وخلوهم عادي ونجيبوا عادي مش مشكله. بعد سنتين شجعوا ابنهم، معلش يا ابني ديك حصلت مره ومش عارف ايه، وفرحنا بقى يا ابني حبيبي، ما بقاش في فرحه في حياتنا، حاول ربنا يكرمك يعني ربنا يرزقنا طفل ولا طفله كده تاني ان شاء الله تفرحنا. وحملت البنت وخلاص طلب موعد الوضع، وكلهم حاطين ايدهم على قلبهم، محدش عارف ايه اللي هيحصل. جت لحظه الولاده، ولدت البنت، ولدت بنت جميله جدا، وبداوا يسالوا الدكتور اخبار النظر ايه؟ قال زي الفل. ففرحانين جدا، البنت طلعت بتفتح وشايفه اي نعم وكويسه زي الفل. وبعد 6 شهور اتعمت. كانت دي المأساة الثانية. فالأم حست، قعدت تراجع نفسها، مش ممكن يكون اللي بيحصل ده كده اعتباطا، مش ممكن يكون الموقف دوت كده، لا لا لا، ده اللي احنا عملناه مع البنت المسكينة ديت، العذاب اللي عذبناه لها، البنت اللي ما كانش ليها حد في الدنيا، اللي تيتمت بدري، اللي كان ليها أب قاسي تاجر بيها ورماها مقابل كام جنيه وصلوا لها أول كل شهر، لدرجة إن ما شافهاش إلا مرتين في 10 سنين. ده عقاب من الله لنا. بدأت الأم تخرج وتدور في كل مكان، في الإقسام، في المستشفيات، في دار مسنين، في دار مش عارف ايه، لحد ما لقيتها في دار المكفوفين. ودخلت عليها حضانتها وقعدت تقبلها تقول لها سامحيني يا بنتي، مين حضرتك؟ أنا فلانة فلانة. يعني البنت سبحان الله أول ما سمعت الاسم افتكرت كل العذاب اللي شافته في ال10 سنين اللي فاتوا. فلانة اللي كانت بتعمل فيا كذا، فلانة اللي كانت بتكهربني، فلانة اللي كانت بتنامني على البلاط، فلانة اللي كانت بتأكلني عيش زايد، فلانة. البنت قاعدة تفتكر شريط الذكريات المؤلمة. افتكرت يوم ما مات أخوها، يوم ما ماتت أمها، يوم ما أبوها رماها، يوم ما عملوا فيها، يوم ما كهربوها، يوم ما دمروا حياتها ومستقبلها، يوم ما رموها لما تعبت. فالأم قالت لها مسامحاني يا بنتي، ويوم ده كله شوف القلب الأبيض، قالت لها مسامحاني. خدتها معاها وقالت حبيت أكفر عن ذنوبي بأن أنا أربي البنت ديت مع ولاد ابني اللي هم كمان عمري، لعل وعسى تكون دي قدام دي وربنا يغفر لي وربنا يغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عبرة